السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة وهنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكيكة بالبرتقال بطريقة جميلة جدا، وبجد هتطلع معاكي زي ما انتم شايفين كده هشة وجميلة وطرية كده زي ما انتم شايفين. ايه رأيكم؟ بجد هشة وجميلة جدا وطرية وبتدوب كده في البق زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. مش مستحملة كده، بجد هتعملوها، بس اهم حاجة امشوا معايا بالخطوات بالظبط. يعني امشوا معايا بالخطوات خطوة خطوة، والمكونات اعملوها بالظبط، ان شاء الله تطلع معاكم انجح كيكة بالبرتقال. معايا كده كوباية سكر، كوباية عصير برتقال فريش، نص كوباية زيت على سمنة، او 3/4 كوباية زيت على سمنة بلدي. حبة كلها زيت ماشي، حبة كلها سمنة ماشي، بس الزيت بيديها لمعة والسمنة البلدي بتديها طعم وريحة. ومعايا بشر برتقال وبيضتين ومعلقة خل في الكوباية الصغيرة دي. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا هنزل بالمواد السائلة كلها في الخلاط بتاعي. هنزل بالسكر والبرتقال والبيض والزيت على الزيت على السمنة ده كده زي ما انتم شايفين. هضربهم بقى في الخلاط. اهم حاجة تضربهم كويس جدا في الخلاط علشان تبقى الكيكة بتاعتك هشة وجميلة. هنزل بالخل كمان، وهنزل كمان ببشر البرتقال اللي انا قلتلكوا عليه. بشر البرتقال ده بيديها ريحة جميلة جدا للكيك بتاعنا، وبيقضي كمان على زفارة البيض. طبعا احنا حاطين خل كمان، وهنحط كمان فانيليا كده زي ما انتم شايفين. ده البيض بتاعنا، هنزله دلوقتي على الخليط بتاعنا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقتها سهلة وجميلة جدا، وبجد بتبقى طعمها جميل. بتاكليها بقى جنب كوباية شاي، كوباية نسكافيه كده يعني، تروقي على نفسك كده يعني. واحنا كمان داخلين على الشتا بقى، والشتا بيحب بقى الكيك والقرص والحاجات دي، فتعمليها بالطريقة دي بجد هتطلع معاكي جميلة جدا. وهتعمليها على طول، يعني لو الكيك بيبوظ منك بجد امشي معايا بالطريقة دي هتطلع معاكي ناجحة جدا. كده انا نزلت كمان بالفانيليا، هضربهم طبعا كويس جدا في الخلاط بتاعنا. ده شكل الخليط بعد ما خلصناه ضربناه كويس طبعا. معايا هنا كوبايتين دقيق، ومعايا هنا معلقة نشا، ورشة ملح صغيرة، وبكيس بيكنج باودر. طبعا هتقولوا النشا، طب والنشا بتحط على الكيك ليه؟ النشا ده بيديها الهشاشة الجميلة بتاعتها دي وطراوتها، وبيخلي الكيك بتاعنا مش مكتوم، وبيخليها زي ما تكون كيكة اسفنجية كده، بتبقى جميلة جدا. طبعا هندخل الدقيق بتاعنا كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة، اهم خطوة في الكيك بتاعنا ان احنا ندخل الدقيق كويس جدا علشان ما تطلعش معانا مكتومة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هندخل الكوبايتين. معلش لو بطول عليكم، انا بس حابة امشي معاكم بالخطوات خطوة خطوة علشان ما يعني يبقى كل حاجة قدامكم، علشان لو حابة تمشي بالطريقة بالظبط يبقى الخطوات كلها قدامك كده. حطيت كيس البيكنج باودر، وهحط كمان النشا ومعلقة الملح مع الدقيق كده زي ما انتم شايفين. وهبدأ برضو انخلها كده على الخليط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلنا بنحب الكيك بالبرتقال طبعا، وولادنا طبعا بيطلبوها على طول، فاكيد يعني عاوزين نعملها على طول ونفرح بيها ولادنا. فبالطريقة دي هتعمليها بسهولة جدا، يعني في 5 دقايق هتكوني عملتي الصينية كيكة بالبرتقال كده. بعد ما خلصت الدقيق بتاعنا كله هنبدأ بقى نقلبها كده بالمضرب بتاعنا. بس اهم حاجة تانية، دي خطوة تانية اهم حاجة، ان احنا بنقلبها في اتجاه واحد علشان ما نخرجش منها الهواء. يعني ما ينفعش نقلبها في اتجاهين، هو اتجاه واحد بس زي ما انتم شايفين كده. ونخلطها كويس جدا بالمضرب بتاعنا كده، ما بتاخدش برضو وقت خالص. بس اهم حاجة يعني ما يبقاش فيها دقيق ولا اي حاجة. نضرب كويس جدا علشان تبقى معانا خلطة كده جميلة كده زي ما انتم شايفين. هوريكم برضو السمك المظبوط ده كده، السمك بتاعها المظبوط، ما تبقاش تقيلة قوي ولا خفيفة قوي كده، تبقى مظبوطة 100%، وهتطلع معاكي ناجحة ان شاء الله. شايفين كده؟
كده بعد ما خلطنا الكيك كويس جدا هنبدأ بقى ندخلها الفرن. طبعا انا مولعه الفرن وانا بخلطها، مش من قبل ما ابدأ في الكيك، لا، وانا بخلط المواد ببعضها ولعت الفرن علشان الفرن يبقى دافي ما يبقاش سخن قوي، علشان ما يهبطش الكيك بتاعتي اول ما ادخلها، تبقى يعني دوب الفرن دافي كده. يعني وانا بخلط الخليط بتاع السايل بالدقيق ببدأ اولع الفرن. كده ببدأ ألمع الصينية، بس يعني أمسح الصينية بتاعتي كده بمعلقة سمنة بلدي علشان الكيك بتاعنا ما يلزقش في الصينية. كده حبايبي زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنمسحها كويس من كل الجوانب وكده بمعلقة السمنة علشان طبعا ما تلزقش خالص واحنا جايين نطلعها. حابة يعني حابة الخطوة دي تعمليها بزيت ماشي، حابة تعمليها بسمنة بلدي زي ما انا عملتها، يعني حسب راحتك انتي. بس السمنة البلدي بتديها طعم زيادة وبتبقى جميلة جدا ومتخليهاش تلزق اكتر من الزيت. نزلنا كده بالخليط بتاعنا. طبعا الخليط جميل جدا، ريحته جميلة قبل ما تتحط في الفرن. كده هخبطها كام خبطة كده علشان اخرج منها الهواء. بلفها كده بس علشان تبقى كلها متساوية، ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. وبخبطها كام خبطة كده على الرخامة علشان بس اخرج منها الهواء، وبرضو اظبطها كده تبقى كلها متساوية. هدخلها الفرن بقى على نار 180 درجة او نار وسط، وهسيبها بقى 35 دقيقة لغاية ما تستوي معانا. وممكن بقى لو وشها ما اتحمرش بتشغلي الشواية 5 دقايق بس تديها اللون الجميل ده. بجد ريحتها قلبت الدنيا، ريحتها جامدة جدا وطعمها كمان جميل زي ما انتم شايفين كده. وطبعا عالية معايا اهي، عالية وجميلة وهشة وطرية جدا. بجد جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وعلشان تعرفي الكيك بتاعتك استوت ولا لأ بتختبريها بخلة سنان او سكينة. لو طلعت معاكي نضيفة تبقى كده استوت، ما طلعت لسه فيها عجين يبقى لسه عاوزة تستوي شوية. واللي يجربها ما ينساش بقى يدعيلي دعوة حلوة. زي ما انتم شايفين بوريكم كده طراوتها انها طرية جدا وهشة وبتدوب كده زي ما انتم شايفين. ادوقها كده قدامكم علشان اعرفكم بجد ان هي طعمها خطير جدا. ان شاء الله تجربوها وتطلع احسن من دي كمان. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.